وعدتكم ان انا الفيديو اللي جاي هعمل لكم مراجعه لسماعات هواوي فري بادز لايت. الحقيقه انا ما كنتش لاقي اي حد تقريبا مصري على حد علمي ولا حد البحث بتاعي عمل مراجعه للسماعات دي خالص. وانا شايف ان هي سماعات كويسه جدا، لان كنت قلت ان شركه هواوي دلوقتي من الشركات الكبيره جدا في العالم، ومن الشركات اللي بتحاول تنافس في كل الصناعات التكنولوجيه. يعني مش موبايلات بس، دي بتعمل سماعات، بتعمل ساعات، بتعمل حتى ترايبود او اللي هو المسند اللي بيتحط عليه الموبايل، بتعمل باور بانك، بتعمل كذا حاجه. احنا النهارده معانا هواوي فري بادز لايت، النسخه اللايت، في منها النسخه البرو، ودي النسخه اللايت هي الاكثر انتشارا، هي النسخه اللايت. فدي اللي احنا بنعمل عليها ريفيو النهارده. هي زي ما احنا شفنا مع بعض، زي ما جت كده في العلبه وفتحنا العلبه مع بعض. العلبه بصراحه الملمس بتاعها حلو قوي قوي قوي، ناعمه كده وتحس ان هي هتتزفلط من ايدك. حجمها حلو قوي، يعني بصوا حجمها، انا مش عارف حجمها يبان ولا لا. حجمها تقريبا يعني قد ايدك، ممكن تحطها في جيبك، ممكن تمسكها في ايدك، ممكن تحطها لو انت معاك شنطه في ايدك تحطها في الشنطه. فهي سهله ان انت تشيلها معاك في اي مكان انت رايحه. طيب العلبه دي او حافظه السماعات دي بتيجي بشاحن مايكرو يو اس بي مش تايب سي، وبيجي معاها زرار. هنشرح كل حاجه في العلبه. العلبه دي بتشحن في حوالي ساعتين تقريبا او ساعتين الا حاجه بسيطه. بتشحن 100% من 0% ل 100%، وبتحافظ ان السماعات تكون شغاله معاك لغايه 12 ساعه. يعني بتشحن السماعات تقريبا 4 مرات. العلبه دي ليها صوت مميز قوي، صوتها عالي بصراحه. يعني بصوا، مش عارف تسمعوا ولا لا، صوتها عالي جدا. يعني ممكن لو حد نايم جنبك تصحيه مثلا. الزرار ده بيتحكم بقى في كذا حاجه، في ان هو ممكن يعمل ريسيت للسماعات. بنكون نفتح العلبه زي كده ونضغط على الزرار ده 10 ثواني متواصله لغايه ما اللمبه اللي قدام دي تنور. بتكون بتنور ازرق، بعد كده احمر، بعد كده اخضر، تقلب ما بين الالوان كده، بتتعمل لها ريسيت. ومجرد ما بتعمل العلبه او السماعات ريسيت، بتحتاج ان انت تعمل اتصال بالموبايل من الاول وجديد. لكن انا من اول اتصال الموبايل بيتعرف على السماعات اول ما بفتح العلبه كده، ومجرد ما بطلع السماعه واحطها على ودني بتديني صوت كده ان هي كونكتد، وان انا اقدر اشغل عليها اي حاجه، بس لازم اكون طبعا فاتح البلوتوث من الموبايل بتاعي. النور الاخضر، مش عارف هيبان اخضر او لا، النور الاخضر اهو، ده معناه ان الكيس او العلبه دي مشحونه 100%. النور الازرق لما بينور ويطفي، لان احنا لما بنفتح اول مره عشان نعمل كونكت للسماعات بنفتح العلبه وندوس ثانيتين على الزرار اللي ورا، فبيبتدي ينور كده ان هي مستعده للاتصال. طيب لما بنحط السماعات تشحن بينور ازرق. طيب لو النور ده بقى احمر، معناه ان الكيس دي الشحن بتاعها خلص ومحتاجين ان احنا نشحنها. صعب جدا انك توقع السماعات، ما بتقعش خالص. يعني بصوا مهما عملت ثابته، ما بتقعش خالص، ما بتتهزش ابدا. ودي حاجه كويسه جدا. الماجنت او المغناطيس اللي موجود في السماعات قوي. يعني بصوا، مجرد بس ما بحطها خلاص. فسهله ان انت مش لازم تقعد تظبط السماعه وكده، لا هي مجرد ما بتحطها خلاص. هي بس تقيله شويه دلوقتي لان انا حطيت المخدات الزياده بتاعتها، لان انا ما لقيتش ولا مخده على مقاسي. تقريبا الودن دي يعني ودن انا بس، مفيش حد ودنه كده. بس هي انا حطيت المخدات دي عشان تثبت في ودني اكتر. دي بتيجي معاها واحده مخدات زياده كده اهي، ودي عشان تثبتها في ودنك اكتر. السماعه بتيجي بطبقه حمايه ضد العرق، عشان لو انت في الجيم او لو انت بتتكلم في المطره، فدي بتحمي السماعه من انها تبوظ. السماعات كمان بيبان بتاعها قد ايه لما بتعمل لها كونكت بالبلوتوث، ولما بتيجي تفصل الودن اليمين بتقعد تعمل زي صوت كده عشان تعرفك ان هي بتفصل. كمان الرينج بتاع السماعات دي هو بلوتوث 4.4 تقريبا، ودي تقريبا اكتر حاجه وحشه في السماعات، لان المدى بتاعها مش واسع. يعني المدى بتاعها صعب جدا ان انت تحط الموبايل مثلا وتبعد كتير. تقريبا هو 10 متر. يعني انت ممكن تحط موبايلك وتمشي بالسماعات 10 متر، بس ممكن في المتر العاشر ده تسمع صوت خروشه كده في السماعه
تسمع ان هي في ودن شغاله ودن لا، على حسب الودن القريبه. وكمان لو في حيطان المسافه دي بتقل، يعني لو في حيطان او في حاجات الكترونيه وكده، فهي مش هيبقى 10 متر ستريت، لا هتقل طبعا، وممكن ما تقدرش تبعد اكتر من 4 5 متر. نيجي بقى للسماعه نفسها. السماعه نفسها بقى يعني عايز اقول لكم ان هي حاجه جميله جدا. هو بيبقى كاتب ان هي ليفت ولا رايت، فدي ليفت، بنحطها كده. اول ما بحطها في ودني بيديني التتن كده ان هي كونكتد. طيب الناحيه التانيه نفس الموضوع، اول ما بحطها كونكتد. حلو حلو. ده صوت الكيس، صوتها عالي قوي. طيب ادي شكلها في الودن زي ما احنا شايفين. لو عملت كده ما بتقعش، ثابته في ودننا، فدي حاجه كويسه. هي بتيجي معاها كذا مخده اهو، كذا مخده لحجم الودن، بتيجي معاها 4 احجام تقريبا، ودي بتيجي زياده عشان تثبتها في ودنك. دي زي اطار كده من المطاط علشان يثبتها في ودنك اكتر. التحكم بقى في السماعه ازاي؟ هو لغايه دلوقتي مفيش برنامج مخصوص للسماعات دي، لان هم بيقولوا ان هم لسه بيطوروا فيها ولسه بيضيفوا عليها وبيعملوا حاجات كده وبتاع، فهو لسه مفيش اي برنامج للسماعات دي. السماعات دي بتقعد شغاله معاك متواصل لغايه 3 ساعات متواصله. 3 ساعات متواصله تشغل اغاني، بتتكلم في التليفون، هي شغاله معاك 3 ساعات ما بتقطعش. مجرد اما بتشيل، لو انت بتسمع اغاني وبتشيل السماعه من ودنك الاغاني بتقف. طب رجعتها تاني، بص من تجربتي انا مش دايما بتشتغل، ساعات بتشتغل ساعات ما بتشتغلش، لكن ده مش الفيتشر الرئيسي فيها. هو لازم تدوس عليها 2 تابس في المرتين على ودنك اليمين علشان الاغنيه تشتغل او تقف. فانت لو شلتها كده والاغنيه وقفت بترجعها تاني وتدوس عليها مرتين والاغنيه بتشتغل. طب لو عملت كده في الشمال برضو، لو شلت الشمال الاغنيه هتقف، مجرد ما ترجعها تاني هيحصل معاها نفس الموضوع. طيب لما بتشيل السماعات من ودنك بتفصل، ما تبقاش شغاله، ما تفضلش شغاله. اول ما تحطها في ودنك تاني بتشتغل. لو 3 دوسات على السماعه الشمال بتفتح لك الجوجل اسيستنت، ودي بتختارها في الاول. انا مختار جوجل اسيستنت، في ناس تانية ممكن تختار بيكسبي، في ناس تانية ممكن تختار اي اسيستنت تاني للموبايل، فهي بتكون على حسب انت بتستخدمها يعني انت محدد ايه يعني في الاول. انا دلوقتي لو جات لي مكالمه ضغطتين ارد، ضغطتين اقفل المكالمه. طب لو في انا اصلا عندي برنامج كنت مشغل عليه اغاني ووقفته، وبعد كده البرنامج شغال في الخلفيه وانا حطيت السماعات، لو دوست ضغطتين هيشغل الاغاني تاني. السماعات ما فيهاش اوبشن ان انا اعلي او اوطي للاسف، وهي بتيجي بلونين الابيض والاسود. بصراحه الاسود احلى بس انا ما لقيتوش. انا اشتريتها اونلاين من موقع اورنج www.orange.eg. الموقع كان نازل عليه الاوفر ان هي ب 1600 جنيه بدل من 2000 جنيه لمده يومين بس. بصراحه انا لحقت الاوفر، هسيب لكم اللينك في الديسكربشن تحت علشان تتابعوا الاوفرز بتاعتهم. دايما هما دايما بينزلوا اوفرز كده فلاش ديلز، يوم هنرخص كذا، يومين هنرخص كذا، او ساعات بيبقوا عاملين كذا اوفر. يعني انا مش عارف الاوفرز اللي موجوده دلوقتي ايه، بس دي كان اوفر انا لقيته على الانترنت. هي سعرها الرسمي حوالي 2000 جنيه، ودي ممكن تلاقيها على اي موقع اونلاين، ممكن تلاقيها على orange.eg، ممكن تلاقيها في الستورز بتاعت هواوي نفسها. تعالوا بقى نتكلم عن صوت السماعات. صوت السماعات يا جماعه جامد جامد. اول حاجه انا مش محتاج ان انا اعلي الاغاني خالص علشان اسمعها. السماعات دي فيها نويز كانسليشن. نويز كانسليشن يعني بيمنع الضوضاء من حواليك. مجرد ما بتحط السماعات كده وشغلت اغنيه خلاص هو بيعزل اي صوت بره، وبيحاول يسمعك او يديك اكبر كميه من الصوت في ودنك. هل ده على الليفلز العاليه من الموسيقى؟ لا، انا ممكن اشغل الموسيقى على 3 درجات مثلا او 4 درجات، اللي هو يعني هي بتبقى زيرو خالص ميوت او بتبقى كاتم صوت. ممكن اعلي 1 2 3 4 او 1 2 3 هبقى سامع الاغاني ومش سامع برضو اللي حواليا بيقولوا ايه. طب لو عليت على الاخر الصوت بيبقى نقي جدا، مفيش فيه اي مشكله. البيز باين قوي، ما بيزنش، ما بيعملش صوت كده رخم في الاغنيه نفسها، ما بيبقاش الاغنيه. الصوت طالع جميل، الصوت اللي في اليمين طالع في اليمين، متوزعه على الشمال عادي. في الالعاب خطيره جدا جدا جدا. احسن حاجه فيها خاصيه النويز كانسليشن دي، ودي يعني من السماعات القليله جدا اللي بتبقى فيها الخاصيه دي في الفئه السعريه دي. يعني احنا زي ما شفنا في سكال كاندي كان فيها خاصيه شبه كده، لكن ما كانتش بنفس قوه السماعات دي. ولكن المايك في سكال كاندي كان احسن من المايك ده. وده الحاجه اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي، ان المايك هنا كويس قوي. يعني انت لو بتتكلم في حته دوشه
المايك هيكون شغال كويس، لكن صوتك مكتوم شويه كانك مثلا بتتكلم من العربيه وفاتح السبيكر. فممكن ادي المايك 6.5 7 من 10 تقريبا في الدوشه. لو في الهدوء المايك 10 على 10 10 على 10، يعني حاجه تحفه جدا جدا. هنجرب دلوقتي نسمع بالمايك اللي موجود في السماعات واوريكم الصوت هيبقى عامل ازاي. دلوقتي انا بكلمكم من المايك اللي موجود في السماعات بتاعتي. الصوت اللي كان طالع قبل كده ده الصوت اللي كان بتاع الموبايل نفسه. الصوت اللي طلع دلوقتي ده من المايك اللي موجود في السماعه، وانا حاليا قاعد في اوضه لوحدي، فتقريبا احنا في هدوء تام، مفيش غير صوت بس التكييف عليه شويه، ان شاء الله ما تكونوش سامعينه. انتوا ممكن تحكموا على المايك دلوقتي، وانا دلوقتي هشيل السماعات ونتكلم تاني من سماعه الموبايل. دي برضو من عيوب السماعه القاتله. يعني مثلا لما انا بعمل دبل تاب او بدوس يعني الضغط بعمل كده، هي بالمناسبه هي تاتش مش دوس، يعني تاتش مرتين كده، بياخد جزء من الثانيه كده او الثانيه تقريبا على بال ما يعمل كونكت للامر ده بالموبايل. مش عارف هي دي مشكله السماعه كده دايما، ولا دي في مشكله ما بين الكونكشن ما بين السامسونج وهي بتبقى اكتر كومباتبل مع الهواوي. انا مش بصراحه ما جربتش، ولكن دي مشكله فيها كبيره جدا. وانا بستخدمها ساعات، مره هنجت كانت شغاله سماعه وسماعه التاني لا، واتخضيت بصراحه، افتكرت ان السماعه بايظه، لكن لما عملت بير او كونكت بموبايل واحد صاحبي تاني اشتغلوا الاثنين عادي، فاضطريت انا اعمل ريستارت للموبايل. فانا مش عارف بصراحه الحقيقه يعني هل دي مشكله الموبايل ولا دي مشكله السماعات. فدي من الحاجات اللي كانت وحشه في السماعه وما عجبتنيش. ولكن الكيس بتشحن بسرعه، السماعات نقيه جدا، بقدر اتكلم منها عادي سواء في المواصلات او في الشارع، وبتكلم منها من اي حته برضو اللي انا بكلمه بيبقى سامعني. بتوفر لي صوت نقي جدا، صوت حلو قوي، صوت واضح جدا، في نويز كانسليشن، ودي بالنسبه لي حاجات خرافيه. هي مش احسن حاجه موجوده في السوق، ولكن في الفئه السعريه بتاعتها هي احسن حاجه موجوده في السوق، احسن حاجه موجوده في السوق، وممكن تشتريها وعلى ضمانتي. بتيجي معاها ضمان سنه، وبيجي مع العلبه بتاعتها الشاحن بتاعها، وبتيجي كمان المخدات بتاعه السماعه، وطبعا بتيجي العلبه نفسها، وبيجي يوزر مانيوال كده او اللي هو ازاي تقدر تستخدم السماعات دي. كده نبقى خلصنا الريفيو الكامل لسماعات هواوي فري بادز لايت. لو عندك اي سؤال ممكن تكتبه لنا في الكومنتات وان شاء الله هرد عليه. لو عجبك الريفيو ما تنساش تعمل لايك، وتاكد ان انت عامل سبسكرايب عشان يجيلك باقي الفيديوهات ان شاء الله اللي جايه. وزي ما قلت لك لو عندك اي كومنت اكتبه في الكومنتات وان شاء الله هرد عليك. واستنوني في فيديوهات تانية ان شاء الله في الفتره اللي جايه، هتعجبكم جدا جدا جدا. شكرا.